تخيل انك عندك مدينه صغيره في وسط القاهره وتكتشف ان ثمنها نظريا يشتري لك قاره اوروبا كلها. طبعا مستحيل، وده بالظبط اللي حصل في اليابان سنه 1989. في الوقت دوت كان ثمن ارض صغيره في القصر الامبراطور في طوكيو بيساوي ثمن اراضي ولايه كاليفورنيا كلها. اليابانيين في الوقت دوت افتكروا ان هم يمتلكوا العالم وان العقار عمره ما يقع، والنتيجه انفجار خلى اليابان تتوه لمده 30 سنه. ليه الجنون ده حصل؟ وايه اللي خلى بلد كامله تفقد عقلها؟ والدرس الاهم، ازاي تعرف ان انت جوه فقاعه قبل ما تفرقع في وشك. جهز قهوتك الياباني ويلا بينا نعرف اصل الحكايه في طوكيو. بعد الحرب العالميه الثانيه اليابان عملت معجزه اقتصاديه، وفي الثمانينات الدنيا كانت وردي جدا. الحكايه في 1985 حصل اتفاق اسمه اتفاق بلازا، خلى قيمه الين الياباني تزيد جدا قدام الدولار. فجاه اليابانيين بقوا اغنى بكتير من غير ما يعملوا حاجه. البنوك بدات تدي قروض لاي حد والفايده تقريبا صفر. الفلوس بقت في كل حته والناس ما بقتش عارفه تعمل ايه بالفلوس، فكلهم طبعا جريوا على الارض. لما الفلوس تكتر في ايد الناس وتكلفه القرض تبقى ببلاش، اول حاجه بتبوظ هي العقل. اليابانيين بدأوا يشتروا عقارات في كل حته، والاسعار بدأت تزيد 30 و50% كل سنه، لدرجه ان الناس بدأت تاخد قروض بضمان عقارات لسه ما اتبنتش عشان خاطر تشتري عقارات تانية. الارض بقت مقدسه واسعارها مستحيل تنزل، او دوت اللي كانوا فاكرينه. الجنون ما وقفش بس عند حدود اليابان، الشركات اليابانيه بدأت تخرج بره اليابان. اشتروا مركز روكفيلر في نيويورك اللي هو رمز امريكا، واشتروا ملاعب جولف وفنادق وقصور في كل حته. في طوكيو سعر المتر وصل في منطقه جينزا لمليون دولار. وتخيل يعني ايه متر بمليون دولار في الثمانينات؟ كان في وقتها نكته بتقول ان اليابان ممكن تبيع بس طوكيو وتشتري امريكا كلها، تبنوا فيها مصنع سوني وتويوتا. حتى عضويات ملاعب الجولف بقت تتباع وتشتري كانها عقارات، ووصل ثمن العضويه الواحده مليون دولار. الناس فقدت عقلها تماما. سنه 1990 البنك المركزي الياباني خاف من التضخم وقرر يرفع الفايده مفاجاه، وهنا حصلت السكته القلبيه. فجاه محدش قادر يسدد القروض ومحدش عايز يشتري. الاسعار بدات تنزل، بس ده مش نزول عادي، ده سقوط حر. تخيل العقار سعره نزل 80% في كام سنه بس. البنوك لقت معاها اصول بس ملهاش قيمه، والناس لقت نفسها مديونه بمليارات لبيوت اصلا ثمنها ملاليم. اليابان دخلت في حاله بنسميها العقود الضائعه، 30 سنه من الركود والديون، والسبب جمله واحده: العقار عمره ما بينزل. واليابان ما كانتش لوحدها، العالم كله بيقع في نفس الفخ. شفنا في اسبانيا لما بنوا مدن سياحيه كامله ومحدش ساكنها. اسبانيا قبل سنه 2008 عاشت حاله من الجنون العقاري شبه اللي بيحصل في الساحل الشمالي في حتت كتير من العالم. ايه اللي حصل؟ كان في هوس ببناء البيوت الصيفيه والمنتجعات السياحيه. البنوك بتدي قروض لاي حد، ومطورين بيبنوا كل شبر على البحر. لما حصلت ازمه 2008 العقار وقع 40 و50%. اسبانيا فيها مطارات كامله صرف عليها ملايين ومفيش طياره واحده نزلت فيها، ومدن سياحيه مهجوره لحد النهارده. العقار السياحي هو اول حاجه بتقع وقت الازمات لانها رفاهيه مش اساس. وبنشوف النهارده في الصين اللي عندها مدن اشباح بتكفل 60 مليون بني ادم، وبرضه مدن مهجوره. الصين النهارده بتعيش اكبر ازمه عقاريه في التاريخ الحديث، وفي حاله فرديه جدا. ايه بقى اللي حصل؟ الحكومه الصينيه اعتمدت على العقارات عشان خاطر ترفع نسبه النمو. مطورين زي شركه ايفر جراند بقوا يبنوا مدن كامله بناطحات سحاب ومولات في نص الصحراء من غير ما يكون في ناس محتاجه فعلا تسكن هناك. النتيجه ظهرت حاجه اسمها مدن الاشباح، مدن فخمه جدا ومبنيه بالكامل بس ما فيش فيها غير الهوا بس. المطورين خدوا فلوس الناس كمقدمات لمشاريع لسه اصلا ما اتبنتش، ووقعوا في ديون بالمليارات. الدرس هنا: مش كل اللي بيتبني بيتسكن، ومش كل خرسانه تبقى استثمار. الحكايه مش حكايه بلد، الحكايه حكايه طمع بشري. لما بنفتكر ان الارض دي عباره عن مكنه فلوس مش بتخلص، بنصحى على كابوس. طب احنا مالنا ومال اليابان؟ الحقيقه ان اللي حصل في اليابان بيتكرر في كل زمان ومكان بس بطريقه مختلفه، وعلشان تحمي نفسك لازم تراقب 3 علامات. لما تلاقي البنوك بتتحايل على الناس عشان خاطر تاخد قروض عقاريه بضمانات ضعيفه، اعرف ان في فقاعه بتتنفخ. لما تلاقي كل الناس دكاتره ومهندسين وميكانيكيين بيكلفوا في تقليب الشقق والمكسب السريع، اخلع. لما تلاقي سعر الشقه ملوش اي علاقه بدخل الناس ولا بالقيمه الايجاريه، انت كده جوه بالونه مستنيه الدبوس. دلوقتي بقى لازم نرجع لبيتنا ونجاوب على السؤال اللي بيقرق كل بيت في مصر: يا مهدي واحنا في فقاعه؟ الاسعار اللي بنسمعها دي 10 و15 و20 مليون حقيقي فعلا ولا احنا بنجري ورا سراب زي اليابانيين؟ علشان اجاوبك لازم نفرق بين الفقاعه والغلاء التضخمي. في اليابان وامريكا الفقاعه كانت بسبب القروض السهله، في مصر الوضع مختلف تماما ل3 اسباب. في الفقاعات الماليه الناس بتشتري بفلوس البنوك، ولما السعر بيقع ما بيسدوش والمنظومه كلها بتنهار. انما في مصر انت بتشتري بفلوسك تحويشه العمر، او بتقسط للمطور مباشره يعني من جيبك. ده بيخلي السوق صلب، المالك مش هيبيع بخساره لان هو دافع من دمه، مش واخد قرض وهيهرب. اليابان كانت بتبني للرفاهيه، احنا في مصر عندنا زياده سكانيه مرعبه، مليون حاله جواز سنويه، يعني في احتياج حقيقي للسكن مش مجرد تقليب شقق. ده اللي بيخلي العقار في مصر مخزن قيمه مش بس استثمار. المصري مش بيشتري عقار عشان خاطر يستثمر وبس، هو بيشتري عقار عشان خايف على فلوسه لما العمله قيمتها بتتغير. العقار هو المرسى اللي بيثبت فيه ثروته، وده اللي
بيخلي السعر يزيد، بس الزياده ديت ليها سبب، مش مجرد بس جنون. طب هل ده معناه ان احنا في امان 100%؟ لا طبعا، في بوادر خلل لازم تحذر منها. لما اسعار الشقق تزيد 200% ومرتبات 20%، هنا بيحصل اختناق. لو شريت شقه ب 5 مليون النهارده وحبيت تبيعها كاش بكره الصبح، هل هتلاقي مشتري بسهوله؟ الإجابة في أغلب المناطق لا طبعا، وده معناه إن في تضخم في الأسعار بس مفيش سيولة. الخلاصة في النقطة ديت، إحنا في مصر مش في فقاعة بالمعنى العالمي، يعني انهيار مفاجئ وسكوت حر. إحنا في حالة غلاء قاهر، العقار مش هيقع بس ممكن يهدى، يعني العقار يثبت لفترة طويلة لحد ما القوة الشرائية للناس تحصلها. نصيحتي ليك، لو أنت بتشتري عشان خاطر تسكن أو تستثمر طويل الأجل، يعني مثلا 10 سنين، أنت كده في أمان. إنما لو بتشتري قسط ما عندكش دخل يغطي وعامل حسابك ان انت هتبيع بعد سنه باوفر، انت كده بتلعب بالنار، وممكن تكون انت اول ضحيه لو السوق هدي. اليابان النهارده لسه بتعاني من اثار الفقاعه ديت، بيوت كتير في الارياف بتتباع بدولار واحد ومحدش برضه عايزها. الدرس القاسي من اليابان ان الاصول ليها قيمه حقيقيه، واي زياده بره المنطق هو بس مجرد هوا هيطير مع اول ازمه. اكبر غلطه ممكن تعملها انك تشتري عقار وانت خايف ان السعر يزيد، مش لانك محتاجه او دارس العوائد بتاعته. خوفك هو الوقود اللي بينفخ الفقاعه، وعيك هو اللي بيحميك من الانفجار. العقار استثمار طويل الاجل، مش سبوبه يوم وليله. الخلاصه، حكايه اليابان هي جرس انذار لكل واحد فينا. العقار فعلا مخزن قيمه، ولكن لما بتحول للعبه قمار الكل بيخسر. دي كده الحلقه 12، وبكده احنا قفلنا كتب تاريخ بنون العقارات عبر العصور. لكن في سؤال اخير ومهم جدا للمستقبل. الحلقه الجايه هي مسك الختام للموسم الاول، هنتكلم عن عقارات 2050. هل هنبني بيوتنا بالذكاء الاصطناعي؟ وهل هيبقى في قيمه للارض في عصر الميتافيرس؟ لو عجبتك رحله اليابان ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. قولوا لي في الكومنتات، قولوا لي احنا في مصر او في العالم العربي النهارده بنعيش في وقاعه عقاريه ولا الاسعار ديت حقيقيه ومنطقيه؟ استنوني في الحلقه الجايه، وزي ما قلت لكم ان ده مش مجرد محتوى، احنا بنرجع لنقطه الاصل عشان نعرف اصل الحكايه. وخليك فاكر، مفتاحك مع مهدي. سلام.